هو انا بس اللي لاحظت الشبه بين جوسل وفرولو؟ قبل ما حد يقول لي ايه الشبه بينهم انا هشرح لك قصه الاتنين واقول لك التشابه اللي ما بينهم. نبدا بجوسل. جوسل خطفت رابنزل وحطتها في برج عالي عشان تستغل شعرها وترجع شكل الشباب تاني، وكدبت على رابنزل وقالت انها مامتها، ونهايتها انها وقعت من على البرج وانتهت قصتها. ودلوقتي نتكلم عن فرولو. فرولو اخد كوازيمودو ورباه بعد ما هو اصلا كان السبب ان والدته تتوفى، وفضل مخبيه في برج الاجراس لحد ما كبر، وفضل مخبيه سنين كتيره قوي، ويقول له ان الناس كلها اشرار وان الناس كلها مش هتحبه عشان شكله، وان هو الشخص الوحيد الكويس اللي اتبناه واشفق عليه يعني. وفي النهايه كانت نهايته ان هو برضه وقع من على برج. دلوقتي انا خلصت قصتهم ونشرح التشابه ما بينهم. والتشابه ما بينهم ان هما الاتنين كذبوا وعملوا نفسهم ان هما الطيبين وهم اصلا الاشرار اللي في القصه، وكل واحد كان بيخوف التاني ان هو ما ينزلش بطريقه. يعني فرولو قال له الناس هتكرهك عشان وشك والناس شريره، اما رابنزل قالت لها الناس كلها هتستغل شعرك ومحدش طيب، وكل واحد بين نفسه ان هو الشخص الطيب من غير ما يقول حقيقته. فضلوا مخبينهم سنين في ابراج او في اماكن بعيده يعني عن الناس، وبيبعدوهم عن الناس بكل الطرق. اللي ما بينهم هو اهدافهم، يعني جوسل عشان تستغل شعر رابنزل، اما فرولو علشان يخفي اللي هو عمله في مامة كوازيمودو، يخفف يعني من اللي هو عمله. وبصراحة هما الاتنين أسوأ من بعض، بس عن رأيي فرولو هو أسوأ حتى عموما شفته. يعني اللي أنا قلته ده جزء من اللي عمله في كوازيمودو وجزء من اللي عمله في بقية الفيلم، يعني في حاجات تانية أسوأ من كده بكتير. قولوا رأيكم لو حاسين ان بينهم تشابه او في شخصيات تانية تحبوا اتكلم عنها. اوكي، شكرا، باي باي.